السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ اتمنى تكونوا كويسين وبصحة وسلامة دايما. معاكم محمد مجدي ودي قناتي هوتش باريستا. ان شاء الله في الفيديو ده هوريكم ازاي عملت قهوة تركي على الستيم بطريقة سهلة وبسيطة. تابعوا معايا الفيديو للاخر ومتنسوش لايك جميل كده زيكم للفيديو واشتركوا في القناة عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. انا بستخدم كنكة نحاس، يعني في الغالب تبقى كويسة في تسوية القهوة. تمام، هنحط معلقتين بن زي ما حضراتكم شايفين، والسكر طبعا حسب الرغبة. انا حطيت معلقتين. هنزود بقى المية، يعني تكون على قد فنجان بالظبط. طبعا بنسيب حيز من الكنكة، يعني كمية الماء لحد هنا عشان القهوة تاخد يعني مساحة ان هي نعرف نسويها. نقلب كده بقى المكونات مع بعض عشان السكر يدوب وما يبقاش فيه اي تكتلات. نروح بقى على الستيم، نفضي الستيم. طبعا اول خطوة ان احنا نفضيه من ضغط المية اللي جواه لحد ما نوصل لمرحلة البخار دي. هنقوم فاتحين الستيم على الاخر بحيث ان هو يطلع الوش، يعلي الوش، وبعد كده نهدي نقلب 5-6 تقليبات كده. تمام، ونوطي الستيم على الاخر عشان يسوي القهوة براحته. تمام، تطلع القهوة مستوية زي ما حضراتكم شايفين. انا دلوقتي مهدي الستيم، سايب القهوة تستوي براحتها خالص. بس ما نستعجلش بالذات على القهوة عشان يعني كتر التسوية بيظبط القهوة تبقى مستوية. وفي نفس الوقت ما نزودش التسوية برضو قوي لانها ممكن تطلع القهوة صيصة، يعني في المتوسط كده. بس هو الوش بيطلع اهوت. بس كده كفاية. اهم حاجة نمسح الستيم بتاعنا بس عشان ما يتسدش قوي بقى منظره مش كويس. طبعا البابلز اللي طلعت ديت بنخبط الكنكة على اي قاعدة رخامية. تمام، اي رخامة عندكم او اي حاجة بحيث البابلز ديت تضيع. بس كده، واحلى قهوة هتشربها ان شاء الله. فلو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.